يعني جماهير المنتخب الماليزي كانت هادئة طوال ال 88 دقيقة، الأجواء كانت ممتازة، لا يوجد شغب لا يوجد شيء. في آخر دقيقتين تتغير الأمور، وبعد ذلك تقوم ببعض التصرفات الغير مقبولة تجعل اللاعب يتوقف. قبل نهاية المباراة فقط بدقيقتين لم تكمل جميلها، وتبقى أجواء المباراة جيدة، لكنها تقوم بتصرفات غير مقبولة في هذه الأثناء. جماهيرنا مطالبين الآن بترك أماكنهم والخروج بسبب ما يحدث في هذه الأثناء في المباراة من شغب جماهيري. الجماهير الماليزية بالفعل يعني تجعل أو تربك الوضع، تربك الأجواء في الملعب على من الجانب الأمني ومن جانب اللاعبين ومن جانب الكل. خلاص فان مارفيك الكل خروج. الوضع لم يعد محتملا، وأظن حتى نحن عليه الخروج في هذه الأثناء، لأنه اللاعب سيتوقف. لا أعلم إذا كان حكم مباراة سيستأنف دقيقتين، متى سيستأنف؟ ماذا سيكون؟ ما هو سيكون التصرف القادم من جانب حكم المباراة؟ إذا اللاعبين المنتخبين يتركون أرضية ملعب المباراة الآن بسبب الشغب الجماهيري الكبير في هذه الأثناء من جانب جماهير منتخب ماليزيا، التي كانت تقوم بدورها بشكل جيد وبشكل قانوني في 88 دقيقة، ولكنها في آخر دقيقتين ربما بسبب ما حدث من نتيجة المباراة وردة الفعل تقوم بتصرف غير طيب إطلاقا، وتجعل الأجواء صعبة في هذه الأثناء. وننتظر ما يمكن أن يحدث في الدقائق القادمة من المباراة. دقيقتين متبقية، طبعا اللاعبين تركوا أرضية الملعب، ونبقى ننتظر قرار الحكم. مهما يكون الأهم بالنسبة للمنتخب السعودي هو الفوز، وإن كان لم يكن مقنعا إطلاقا، وكانت مفاجأة كبيرة من العيار الثقيل أن يتأخر المنتخب السعودي في النتيجة، لكن من حسن حظه أنه تمكن من إنهاء المباراة لصالحه في هذه الظروف الصعبة. هذه الصور طبعا كنا شاهدناها من قبل. هنا الحكم شعر ربما بالخطورة، وبذلك أعلن عن نهاية هذه المباريات بعدما كثرت أصوات المفرقعات التي حطت في دم اللاعب بالجمهور، مثل ما نشاهد. إذا الجميع يأخذ صور. هذه الصور طبعا ستكون بين أحضان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للحكم النهائي. نشاهد كيف مفاجأة كبيرة إذن، حتى يبدو هناك رشق